ازيكم النهارده؟ كل سنه وانتم طيبين، سنه جديده عليكم. النهارده هنعمل وصفه التشيكن كورما. هي وصفه هنديه عن فراخ بالكاري. هي طبعا سهله جدا وحلوه وطعمها بيكون لذيذ. خلينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هغلي الزيت وهسخنه علشان احمر فيه البصل. انا مقطعه البصل صغير زي ما احنا شايفين. هنزل البصل في الزيت وهسيبه يتحمر لحد ما يغمق خالص ويبقى لونه على بني. لازم يكون غامق علشان يدي الطعم المطلوب ودرجة اللون المطلوبة. ودلوقتي انا البصل بتاعي اتحمر زي ما احنا شايفين، انا غمقته خالص. هحطه بقى في الكيتشن ماشين وهضربه في الخلاط مع الكاجو. الكاجو ده انا كنت حاطاه في ميه مغليه لمده ربع ساعه علشان يطرى شويه، ولما اضربه ما واجهش فيه اي مشكله. ودلوقتي انا هضيف كريمه لباني، معلقتين كريمه لباني على الخليط، وهضربه تاني في الخلاط. عندي هنا فرخه كامله بالعظم بتاعها. انا اخليت الصدر بس، منقوعه لمده 24 ساعه في الكركم والزبادي والملح والفلفل والليمون. وعندي هنا عيدان قرفة و3 فصوص حبهان وورق لورا وقرنفل، والقرنفل مهم جدا في الأكلة دي. عندي هنا عجينة توم وجنزبيل، ودي البهارات بتاعتي: شطة وجرم مسلة وكاري وكركم، وده البصل بالكاجو. خليني ابتدي بقى العمل. يلا بينا نشوف. هنزل معلقتين من زيت جوز الهند او زبدة جوز الهند، يعني انا بعملها بالطريقة الجنوبية مش الشمالية. هستخدم جوز الهند. هضيف التوابل بتاعتي اللي هي اللي بحالها مش اللي مفرومة. طبعا مش قادرة اقول لكم الريحة بتبقى رائعة جدا واحنا بنعمل. هضيف الثوم والجنزبيل عليهم. انا ضاربه الثوم والجنزبيل في الكبه مع بعض. وابتدي اشوحه.
انا دلوقتي ضفت التوابل بتاعتي وهبتدي ان انا اشوحها. هو ده اللي بيدي عندهم الطعم، ان هما بيشوحوا التوابل مش بيحطوها على الحاجه بس. دلوقتي انا هضيف الفرخه. انا كنت جايباها فرخه حمراء مش بيضه، وطبعا علشان هي منقوعه لمده 24 ساعه فمكتسبه كل الطعم بتاع الزبادي. وهبتدي ان انا اشوح. وبعد كده هغطيها وهسيبها على النار لمدة ربع ساعة لحد ما الفراخ تطلع ميتها، وبعد كده هنضيف بقية المكونات. وهضيف ملح على حسب الرغبة. هو انا حطيت يعني معلقة صغيرة من الملح. ومهم جدا ان احنا واحنا بنعمل اي لحوم او اي فراخ ان احنا ما نحطش الملح من الاول، علشان ده بيخلي اللحم بتاعها يشد شويه. انا بنحطه في الاخر او قبل ما نخلص بشويه، علشان يعني الطعم يكون مظبوط، وفي نفس الوقت اللحمه ما تكونش بتشد وتستوي كويس. طبعا انا وانا بشوح ضفت قرن شطه علشان يعني الطعم. وانا رجعت لكم دلوقتي بعد ما ربع ساعه عدت. زي ما احنا شايفين ان البخار رهيب والحاجه سخنه جدا. الفراخ نزلت الميه بتاعتها. هبتدي بقى ان انا اضيف كوبايتين من لبن جوز الهند زي ما احنا شايفين، وهبتدي اقلب وهسيبها على نار هاديه خالص لمده ربع ساعه كمان. وبكده تكون عدت الربع ساعة والاكل جاهز للتقديم. زي ما احنا شايفين هو خد اللون بتاع الكركم والكاري، فبقى شكلها حلو جدا. خلينا بقى نقدمها ونشوف شكلها عامل ازاي. وده بيكون شكلها النهائي. طبعا ريحتها رائعة وطعمها احلى.
وده بتكون نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. ومتنسوش اللايك والسبسكرايب علشان يجيلكم كل جديد.